وبس. هل عمرك حسيت إنك محصور في دايرة مريحة لكن مش بتوصلك لأي حاجة؟ الحقيقة إن الإنجاز بيبدأ لما تخرج من منطقة الراحة وتواجه التحديات. هنتكلم النهاردة عن أهمية الخروج من دائرة الراحة والاستماع لصوت الله لصنع مستقبل ناجح. الخروج من دائرة الراحة بمعنى، هل أنت مستني الظروف تتغير ولا قررت تتحرك بنفسك؟ في واحد اسمه باول حنا، أكبر محفز تنمية بشرية في استراليا، كان بيقول: نحن لا يمكننا التحكم في اتجاه الرياح، لكننا يمكننا دائما التحكم في اتجاه الشراع. يعني إيه الكلام ده؟ الظروف ممكن تكون صعبة، لكن قرارك وطريقتك في التعامل معاها هو اللي بيحدد مستقبلك. الإيمان بحدود قدراتك بيصنع منك شخص محدود، لكن الإيمان بلا حدود بيحرر طاقتك الحقيقية. ابدأ من النهاردة بتحويل تفكيرك من الفشل للنجاح. بدل ما تركز على المشكلة، ركز على الحل. واجه التحديات بشجاعة وخد خطوة لقدام كل يوم. نقطة كمان، عيش التوازن بين الروح والمادة. هل بتركز بس على الجانب المادي في حياتك؟ انت مش مجرد جسد بيعيش حياة روحية، لكنك كيان روحي بيعيش تجربة جسدية. اللي بيركز على المادة بس دايما بيحس بالنقص وعدم الشبع. الماديات مهما زادت مش هتوصلك للقناعة الحقيقية، لكن التغذية الروحية هي المفتاح لسعادة حقيقية واستقرار داخلي. والكتاب المقدس بيقول: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالاستماع لصوت الله هو الذي يصنع المستقبل. هل بتاخد قراراتك بعيد عن صوت ربنا؟ مفتاح النجاح الحقيقي إن يكون لك علاقة شخصية ثابتة بربنا وتسمع صوته في كل أمور حياتك. طب إزاي؟ خصص وقت يومي للصلاة والتأمل. اقرأ الكتاب المقدس بعمق، مش مجرد قراءة عابرة، لكن استخرج منه الوعود والوصايا وطبقها على حياتك. كمان خلي علاقتك بربنا مش مجرد روتين، لكن لقاء حي يومي بينك وبين الأب السماوي. والكتاب المقدس بيقول: قد عين لنا الله زمانا نطلبه فيه، وهو ليس بعيد عن كل واحد منا. في الختام، لو عايز تصنع مستقبلك لازم تخرج من دائرة الراحة وتبني علاقة حقيقية مع ربنا. ابدأ النهاردة، خد خطوة صغيرة واستمر في الطريق. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.